ينفع يا اخويا اخد قميصك اروح بيه الدرس؟ ايه؟ لا طبعا، ده لسه جديد، ودي جوه. عامة انا جبت لك اللي جوه اللي قلت لي عليها. طيب ماشي. هو ينفع يا اخويا البس الشبشب بتاعك انزل بيه عشان شبشبي اتقطع؟ لا طبعا، ما ينفعش تنزل بيه، هو لسه اصلا جديد. انا كنت عايز انزل بالشبشب عشان اجيب لك الكشاكيل بتاعتك. طب انت كنت عايز عشان كده؟ طب خلاص روح بيه. اقعد يا ما تنزلش في حته يا. هو انت ما رضيتش تديله الشبشب عشان ينزل بيه، ولما عرفت ان هو هينزل يجيب لك كشاكيلك ولا كتبك قلت له ياخد الشبشب؟ انت كده بتاع مصلحتك، انت كده اناني. اقعد، لو مش عايز تنزل يا ابني ما تنزلش. لا يا ابويا انزل اجيبها. كويس ان هو نزل عشان اقول لك كلمتين. انت اناني يا ابني. لما عرفت ان هو نازل عشان يجيب لك كتبك اديته الشبشب، انما غير كده انت ما كنتش هتديهوله. عامل اخوك كويس وخلي ظهرك في ظهره، لان سندك في الدنيا هو اخوك. نصيحة مني ليك، خلي بالك من اخوك. حاضر يا ابويا ما تخافش. خد يا اخويا، خد. نعم اخويا نعم. خد يا عم القميص، روح بيه الدرس. لو عايز حاجة انا اجيبها لك. والله روح بقى يا اخويا عشان اروح الدرس.